من أطيب وأفخم الكيكات الباردة بالصيف كيكة أوسباس، كيكة قديمة بس عن جد بتاخد العقل. مقادير الكيكة 3 بيضات، معلقة كبيرة فانيلا، معلقة كبيرة خل، كوبين من السكر، و3/4 الكوب من الزيت، وكوب من الحليب، كوبين من الطحين، وكوب من الكاكاو البودرة، ورشة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة وربع من البيكنج باودر، وبحركهم منيح. وآخر خطوة فيها سر هشاشة هالكيكة، معلقة ممسوحة من بيكربونات الصوديوم، وفوقها كوب ماء مغلي وعلى الكيكة. والصينية اللي بتحبوا تخبزوا فيها ورشة من الزيت النباتي، ونحط ورق الزبدة. حبيت أصور لكم الطريقة هالمرة لحتى تعرفوا كيف نقص ورق الزبدة على قد الصينية. بنحط الورق بقاع الصينية، رح يلزق مع الزيت، وبسكب خليط الكيك وبعمل هالحركة مرتين وعلى الفرن محمى وعلى 180 لغاية ما تستوي، تقريبا تاخد شي 40-45 دقيقة. بعد ما استوت بنقلبها، بنتخلص من ورق الزبدة، وبنجيب صحن بيكون أصغر من محيط الكيكة، بحده من الأطراف بس ما بوصل للنهاية لأني بدي يكون في عندي قاعدة للحشوة. بالخلاط ضفت الكيكة اللي أخذته من الوسط، ضفت كريمة باودر وحليب سائل وقشطة وكاكاو بودرة، وعلى الخلاط ليصير عندي بهذا القوام بسكبه بوسط الكيكة ليوصل حد الكيكة من فوق. تركته بالثلاجة ليلة كاملة، وشوفوا لي كيف القوام رح يكون متماسك والطعم رهيب. زينتها من الوسط بالفستق الحلبي، وضفت على الأطراف الفراولة. آخر شي قررت رشة من السكر الناعم، أعطتها جمال رهيب والطعم بياخد العقل. لازم تجربوها بالعافية.